عاملين ايه؟ واخيرا خلاص بقى سامسونج اطلقت النسخة الرسمية والمستقرة من تحديث سامسونج الوان يو اي 8 مع الاندرويد 16 يوم 18 سبتمبر، وبدأ يوصل لاغلب الدول العربية، ووصل عندنا في مصر للاس 25 الترا. حجم التحديث كبير، 4 جيجا 188 ميجا تقريبا، مع امان 1 سبتمبر. فخلاص سامسونج اطلقت النسخة المستقرة، وعلى فكرة كمان هي نزلت قبل 18 سبتمبر، نزلت في حوالي يوم 15 سبتمبر، ولكن كانت في كوريا، وبعد كده نزلت في 18 سبتمبر زي ما كل التسريبات وكل المواقع قبليها بأسبوع واتنين كانوا بيقولوا إنها هتنزل في 18 سبتمبر. والجدول اللي عملت لك عليه فيديو قبل كده بالمواعيد اللي هتوصل لكل موبايل، المواعيد دي دقيقة وأغلبها صح. ويمكن الحاجة الوحيدة هتتغير، بعض الأجهزة هتنتقل معانا إلى شهر نوفمبر. مع نهاية شهر نوفمبر، شهر أكتوبر، شهر نوفمبر، هيكون اغلب الاجهزه من سامسونج الداعمه للتحديث وصل لها تحديث الوان يو اي 8. تعالى في الفيديو ده اقول لك ايه الموبايلات اللي مش هيوصل لها التحديث واللي خلاص وقف عنها تحديثات الاندرويد. اول حاجه عندنا سلسله الاس 21، كلها مش هيوصل لها التحديث. الاس 21 العادي، الاس 21 بلس، والاس 21 الترا. الثلاث موبايلات دول مش هيوصل لهم خلاص تحديث اندرويد. اخر تحديث استلموه هو الوان يو اي 7 مع الاندرويد 15. الجهاز الوحيد اللي من سلسلة الاس 21 اللي هيستلم التحديث السنة دي هيبقى الاس 21 اف اي، وهيبقى ده اخر تحديث يستلمه السنة دي الاندرويد 16 مع الوان يو اي 8. الاجهزة اللي بعد كده معانا اللي مش هتستلم التحديث من سلسلة الاي، عندك الاي 14، الاي 52 اس، الاي 73. الموبايلات دي خلاص برضو مش هتستلم تحديث الوان يو اي 8. كمان معانا موبايلات اخر سنة ليها السنة دي هتاخد التحديث ده، وبعد كده هي التانية مش هيوصل لها تحديثات اندرويد او وان يو اي تاني. معانا الاي 53، الاي 33 اخر تحديث هيستلموه الوان يو اي 8، ومن السنة الجاية مش هيستلموا تحديثات اندرويد تاني. معانا كمان والمفاجئ هنا سلسلة الاس 22، الاس 22 العادي والبلس والالترا، دول هيستلموا السنة دي الاندرويد 16 مع الوان يو اي 8، ولكن برضو من السنة الجاية مش هيستلموا تحديثات اندرويد تاني. هبأكد انا بتكلم هنا عن تحديثات الاندرويد مش تحديثات الامان، لان بعض الاجهزة من دي هيستلموا تحديثات امان لحد كمان سنة. نروح للزي فولد 4 والزي فليب 4 اللي هيستلموا معانا التحديث السنة دي، ولكن برضو مش هيستلموا تحديثات تاني من السنة الجاية. طبعا اغلب الموبايلات دي كانت داعمة لعدد تحديثات 4 سنين، واستلموا ال4 سنين بتاعتهم، فخلاص مش هيدعموا تحديثات تاني. حتى سلسلة الاس 22 والاس 23 دول بيدعموا 4 سنين تحديثات اندرويد، لكن اللي هيستلموا عدد سنين تحديثات كبيرة 7 سنين دي من اول الاس 24 وسلسلة الاس 25، دول اللي هيستلموا 7 سنين تحديثات اندرويد. حتى كمان معانا في سلسلة الاي عندك من اول الاي 16، اي 56، اي 36، اي 26، حتى الاي 07 الجديد. كل الموبايلات دي بتستلم تحديثات لمدة 6 سنين، فلسه معاها وقت طويل. ولو انت موبايلك من ضمن الموبايلات اللي مش هيوصل لها تحديث الوان يو اي 8، فحابب اقول لك ان التغيرات هنا مش كبيره، وتحديث الوان يو اي 7 اللي موجود على موبايلك دلوقتي مليان مميزات قويه جدا. تقدر تشوف كل المميزات دي من الفيديو ده. مع السلامه.